السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. زي ما انتم شايفين معايا النهارده هنعمل العيش الجميل دوت، بجد بجد تحفة. طبعا داخل علينا المدارس وبنحتاجه طبعا للأطفال الحلوين أمير. فحاجة سهلة جدا وسريعة بتعمليها في البيت، ضامنة نظافتها وضامنة انت عاملاها ازاي وحاطة فيها ايه، وكمان مش مكلفة خالص. وما شاء الله تبارك الله بترمي معاك كمية والطعم حكاية. العيش دوت العيش الشامي اللي احنا بنحبه وبنجيبه لسندوتشات، عاملاه صغير زي ما انتم شايفين معايا كده. ممكن تكبري، لكن هو احنا بنجيبه صغير من بره عشان السندوتشات. فانت ممكن تعمليه بالحجم اللي انت عايزاه زي ما انتم شايفين معايا كده. فرجتكم الرغيف الكبير والصغير والتخين والخفيف، كل حاجة. تعالوا مع بعض نشوف احنا نعمل الوصفة دي ازاي. اول حاجه عندي كده طبق بلاستيك، هبدا ان انا اعجن فيه. انا بعجن على ايدي، ممكن تعجني في العجان مفيش اي مشكله. حطيت 4 كوبايات من الدقيق، واهم حاجه ان احنا لازم ندخلهم سوا مع بعض كده، يعني خطوه بخطوه مع بعضينا. لازم اهم حاجه في العجن في المعجنات عموما او في الكيكات، لازم ندخل الدقيق عشان الخطوه دي مفيده جدا. 4 كوبايات دقيق نخلتهم، حطيت معلقه ونص من السكر حبيبات، حطيت رشه من الملح، حطيت كيس خميره او مقدار معلقه ونص لو انت عندك باكت كبير، تمام. حطيت معلقه من اللبن البودره ونص معلقه من البيكنج باودر. دي المواد الجافه اللي انا حطيتها زي ما انتم شايفين معايا بالشكل ده، قلبتهم مع بعض. بعد كده هرجع ان انا اضيف معلقه كده من الخل دوت محسن طبيعي، بحطه في المخبوزات وبحطه في الكيكات. اللي متابعني طبعا عارف ان انا دايما بحط معلقه الخل دي محسن طبيعي يا بنات. حطيت كده معلقه من السمنه، ممكن تبقى معلقتين من الزيت عادي مفيش اي مشكله. بعد كده انا هنا بعجن برايب، ممكن تعجني بزبادي او بميه او بحليب، المتاح عندك استخدميه. كل المكونات دي تمام. عجنتها، بعد ما عجنتها غطيتها كده لحد ما تختمر معايا. بعد ما اختمرت معايا رشه دقيق كده على صينيه او اي حاجه انت هتبداي ان انت تشتغلي عليها. رشيت دقيق كده وبدات ان انا اكورها، بعملها كده العجينه بتاعتي بكورها، بحاول على قد ما اقدر ان الكور تكون قد بعضها بحيث ان العيش يطلع معايا متساوي. بعد ما قطعتهم بالشكل دوت عملوا معايا يعتبر 17 رغيف. 4 كوبايات ونص عملوا معايا 17 رغيف، لان انا كنت عامله فيهم كبير، اما الباقي كله كان صغير. عملت كده يجي 4 رغيف من الكبار. فانت كمان ممكن تعملي كله صغير، يجي مثلا معاكي 20 او 22 رغيف. فيعني بجد تحفه. بوريكم هنا سمك الرغيف ما بيبقاش رقيق قوي عشان مبيبقاش معاكي خفيف. لو انت حباه خفيف قوي تمام، حابه اللي هو يبقى فيه لحم شويه، فانت بتتحكمي في السمك بتاعه. زي ما انتم شايفين كده بفرده بالدقيق، وبرجع ان انا قبل ما بحطه على الصينيه بتاعتي بنفضه كده من فوق ومن تحت، وبقلبه كده على ايديا زي ما انتم شايفين معايا كده، بحيث ان هو ما يبقاش فيه دقيق. بعد ما بخلص الكميه كلها ببدا باول رغيف فردته. يعني انا بعد ما بسيب العجينه بتختمر بركنها على جنب، اختمرت بروح مقطعاها. بعد ما بقطعها ببدا باول كوره عملتها بفردها باول واحده لحد الاخر. بعد كده ببدا باول رغيف فردته بحطه على النار. طب انتي حطاه على النار ليه مش حطيه في الفرن؟ الفرن فيه ريسك ان انتي ممكن ينشف منك، ممكن يتحرق، ممكن ما يظبطش معاكي. لكن الطاسه اسرع واسهل ومضمونه، وكمان الرغيف بتاعك هينتفخ ويبقى جميل قوي. طاسه او صينيه تيفال، اهم حاجه تكون تيفال يا بنات، عشان التيفال فعلا ما بيلزقش اي حاجه بدون اي مسح زيت او سمنه او اي ماده دهنيه خالص. انا ما حطيتش اي حاجه خالص. انا سخنت الصينيه بتاعتي زي ما انتم شايفين معايا بالشكل ده، وحطيت عليها الرغيف كده وانا بعد ما فردته اول رغيف فردته بدات بيه، وزي ما انتم شايفين معايا كده انتفخ معايا بالشكل الجميل ده. خد وش كده من تحت لون محمر. هبدا ان انا اقلب فيه يمين وشمال لحد ما الوش التاني ياخد لون واحس ان هو استوى معايا. بعد كده بطلعه وبحط غيره وهكذا لحد ما اخلص الكميه كلها اللي معايا. طبعا حطاه على الفوطه كده وبغطيه باي قماشه او اي فوطه تانية زي ما انتم شايفين معايا. بصوا طبقيه كده يعني في قمه الروعه. ممكن تعملي كميه وتشيليه في الفريزر، كمان هيبقى جميل معاكي جدا. يا رب الوصفه تكون عجبتكم، جربوها تعجبكم جدا ان شاء الله. اشوفكم على خير في فيديو جديد، واتمنى لكم الستر والصحه والسعاده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.